السلام عليكم، مرحبا. النهاردة هنعمل مع بعض طبق بلح الشام رائع جدا. بصي الجمال، انا عايزاكي تشوفي رسمة القمع واضحة جدا في صباع بلح الشام بتاعنا، بيلمع من السيرب بتاعنا مظبوط 100%. سيرب تقيل، لونه ذهبي طبعا لان احنا احترمنا التكنيك بتاعه. عايزاكي تشوفي ملمسه من بره ناشف جدا ومن جوه طري وشارب السيرب بتاعنا. يلا نشوف مقاديرنا. انا معايا ميه 250 ملي، طبعا دي الاكواب العاديه المعياريه، ومعايا كمان 10 جرام من السكر، طبعا معلقه كبيره بس مش مليانه، ومعايا كمان 50 جرام من الزيت، يعني ربع كوبايه من الزيت. هبتدي دلوقتي ارفع المكونات بتاعتي على النار لغايه لما تغلي. مجرد انها تغلي فورا انا هنزل بالدقيق بتاعي. انا معايا 250 جرام دقيق، طبعا ده دقيق متعدد الاستخدامات. ومجرد ما المية بتاعتي هتغلي هنزل الدقيق مباشرة، لان انا مش عايزاها تغلي اكتر من اللازم، فالمية بتاعتي تتبخر تقوم تبقى النسب بتاعتي معدش مظبوطة. هقلب كويس قوي، وطبعا هطفئ النار لغاية اما اقلب واخلط المكونات في بعضها لغاية اما الدقيق يندمج تماما مع المية والزيت ويبقى ملمس ناعم ومفيش اي تكتلات. بعد كده هولع النار، بس هتبقى على نار هادية جدا لغاية ما اقلبه ويوصل معايا لشكل الكورة ويعمل طبقة خفيفة في قاع الحلة زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا اندمجت في بعضها تمام وبقت ملمس واحد ناعم، طرية جدا، لكن في نفس الوقت ما بتشبكش في ايدي، في نفس الوقت دسمة. هبتدي دلوقتي اشيلها من الحلة واحطها في بولة انها تبرد معايا، وهسيبها لمدة يعني فترة صغيرة 10 دقايق لغاية ما تبرد تماما قبل ما اضيف البيض. عايزاكي تشوفي طراوة العجينة، اهم حاجة انها تتعجن كويس قوي قبل ما احط عليها البيض، وكمان لما احط عليها البيض اعجنها كويس. انا معايا بيضتين، وزن البيضتين 125 جرام، ومعايا كمان معلقه صغيره من الفانيلا، سواء كانت فانيلا بودر او فانيلا سائله. طبعا انا استخدمت نص معلقه صغيره من الفانيلا لان الفانيلا بتاعتي فانيلا خام. هبتدي دلوقتي انزل البيض على العجين بتاعي، بس اتاكد ان هو بارد، لان طبعا انا لو نزلت البيض والعجين سخن البيض بتاعي هيستوي وهيبقى النتيجه سيئه، فلازم يكون بارد. وهضيف البيض بالتدريج وهعجن بالمعلقة او بايدي يعني او بالعجان، يعني بالعجان الكف واحطها مع العجان الكف. انا استعنت بالمضرب بالسلاح العجن العادي ان انا ادمج، بس لان انا حسيت ان انا تعبت شوية حبيت ان انا اعملها لك بايدي على اساس ان تعرفي ان الموضوع مش محتاج ادوات متقدمة يعني. وهعجنها بايدي، لازم اعجنها تمام. هتقولي لي يا ليلى هو البلح الشام بيتعجن؟ بيتعجن لما بيكون عايزه تطلعي نتيجه تمام بيتعجن. لو العجينه بتاعتي سايله اكتر من اللازم هتنزل في الزيت هتنفش، الرسمه بتاعتها هتضيع. فالعجينه بتاعتنا حجمها زي ما حضرتك شايفه كده، ده اللي بيخليها تطلع عليها شكل من بره وتاخد رسمه القمع. انا معايا قمع مشنشر والاسنان بتاعته قريبه من بعضها مش واسعه، عشان تبقى الخطوط قريبة من بعضها ما تبقاش كبيرة. ومعايا زيت غزير، وطبعا زيت بارد. انا هنزل بلح الشام بتاعي في الزيت وهقص بالمقص، وطبعا انا ببل المقص عشان يبقى سهل في القص معايا وما يتعلقش فيه العجين بتاعي. والكيس الحلواني بتاعي مش هملاه بالعجين قوي، هحط حته صغيره بحته صغيره بحيث ان انا اعرف اتحكم، لان طبعا العجينه في الضغط، وبالذات ان انت بتعملي لوحدك او مفيش حد بيساعدك فبتبقى شديده شويه. فطبعا انا مش هزود كميه بلح الشام في الطاسه بتاعتي بحيث ان هو لسه هينتفخ شويه وهيزيد حجمه، فان انا اعرف اقلبه تمام. مجرد ان هو هيبتدي ياخد نسبه من الحراره، طبعا احنا حاطينه في زيت وعلى درجه حراره متوسطه بحيث ان هو يبتدي يستوي من جوه. مجرد ان هو هيبتدي يستوي من جوه هيبتدي يطفو على السطح، وزي ما حضرتك شايفه بدأ يلون معايا. مجرد ان هو يبتدي ياخد اللون اللي حضرتك شايفاه ده هبتدي اقلب فيه باستمرار. قبل كده انا ما كنتش بقلب لغايه ما طفى على الوش وبدأ يلون معايا. انا عايزه حضرتك دلوقتي بقى تسمعي صوت الخرفشه.
صوته بقى بيخرفش من بره، معنى كده ان هو بدأ ياخد اللون بتاعي وان هو هيبقى مقرمش من بره. وده لسه ما خدش اللون، يعني ده لسه لونه فاتح، انا لسه هغمق شوية في لونه عشان لما يشرب السيرب بتاعي يبقى لونه ذهبي ويبقى لونه ممتع. لكن لو انا نزلته في السيرب وهو لسه لونه هو استوى وكل حاجة بس مش اللون اللي عاجبني. زي ما حضرتك شايفة احنا كده وصلنا للون الممتاز اللي لما نحطه في السيرب يبقى لونه جميل في النهاية. هبتدي دلوقتي انزله في السيرب يكون تقيل وبارد. طبعا احنا عملنا حلقة مخصوص عن السيرب لان السيرب من اساسيات الحلويات الشرقية، وهقلبه فيه لغاية لما يتشرب، وهحاول اسيبه حوالي دقيقتين في السيرب وبعد كده هشيله منه. زي ما حضرتك شايفة واخد رسمة القمع بتاعنا زاد شوية بس مش اكتر من اللازم، ولذلك لسه الرسمة بتاعتنا واضحة. هبتدي دلوقتي اصفيه في مصفى عشان ينزل السيرب الزيادة. وعايزاكي كده تشوفي الجمال، يعني حاجة فوق الوصف. مقاديرنا بالكوباية وكمان بالجرامات، وإن شاء الله هتلاقيها في صندوق الوصف، وكل التعليمات اللي انتي هتوصلك للنتيجة المثالية. أنا عايزة حضرتك تشوفي اللون بتاعنا موحد. وطبعا احنا هنحمر بقية الكمية بنفس الطريقة ونفس التكنيك. أهم حاجة إن احنا ما نقلبهوش كتير وهو في الزيت إلا لما يطفو على السطح ويبتدي ياخد لون فاتح جدا معايا. هبتدي أقلب باستمرار. عايزة حضرتك تشوفي رسمة القمع واضحة جدا، واستخدم قمع يكون سنانه يعني قريبة من بعضها ومش واسعة. انا نزلت الطاسة التانية وهزيتها بس بايدي كده، وطبعا انا طفيت النار على الزيت لغاية لما الزيت برد تاني ورجعت حطيت فيه بلح الشام. ما ينفعش احط فيه بلح الشام وهو سخن، يبقى انا بوظت بلح الشام بتاعي. يا ريت النهارده تكون حلقتنا عجبتكم، ويا ريت كل المعلومات تكون وصلت لحضراتكم، ويا ريت ما تنسونيش بالدعاء ليا والام الغاليه بالرحمه والمغفره. مع الف سلامه.